هاي، عاملين ايه؟ النهارده انا هعمل اكله حلوه قوي. هعمل فراخ بالكاري. انا في الاول جبت الفراخ وغسلتها كويس قوي بالليمون والدقيق وشطفتها كويس. والاول انا نقعتها، يعني انا غسلتها ونقعتها شويه كده حوالي نص ساعه، وبعد كده شطفتها كويس قوي. وبعد كده بسلقها دلوقتي في ميه فيها ملح وفلفل وحبهان وقرفة وورق لوري وبهارات مشكلة. تمام. آه، بس وبصلتين. بس كده. هسلقها بقى لمدة ساعة و... وهجيلكوا تاني بقى عشان نشوف الخطوات. هنا بقى انا بعمل صوص الكاري. حطيت لتر لبن ولتر ميه. ممكن انتوا تحطوا 2 لتر لبن او لتر لبن ولتر ميه. آه، بس انا ما كانش عندي يعني، وعشان اطلب بقى من السوبر ماركت هقعد ساعه وكده، فايه قلت ايه، خلاص خليها لتر لبن ولتر ميه. وانا على فكره جربتها كده كتير وكانت بتبقى حلوه جدا. اوكي. وحطيت عليهم 8 معالق دقيق، يعني لكل لتر 4 معالق. هو اللتر بيبقى عبارة عن 4 كوبايات. كل كوباية بتاخد معلقة دقيق. فكده ال2 لتر اخدوا معايا 8 معالق دقيق. اوكي. قلبتهم كويس قوي على البارد. بعد كده هحط بقى التوابل بتاعتي. عندي بقى ايه، اول حاجة كده معايا ملح، كله على البارد. اوكي. وعندي فلفل اسود. بصوا، هي طريقة الكاري دي انتوا مش هتلاقوها في حتة، لان دي يعني احنا اللي مخترعينها. مامتي الله يرحمها كانت بتعملها كده، فاحنا ترعرعنا وكبرنا وبقينا نحب الفراخ بالكاري بالطريقة دي، مش بنعملها هندي خالص يعني. حتى انتوا ممكن تحبوها بالطريقة دي اكتر من الهندي. الهندي بقى بيبقى فيها جنزبيل، فيها طماطم، فيها كده مكونات اخرى، وفيها توم. لا، دي طريقة حلوة قوي وخفيفة، جربوها. بصوا هنا كده انا بحط كاري. كاري بقى براحتكم، يعني معلقة كبيرة حلوة كده او معلقتين كبار. وبنحط كركم. ثواني. نحط كركم. برضو معلقة كبيرة حلوة كده. خلاص، الكركم ده بقى هقول لكم يعني، ده واحنا شغالين على حسب الايه، اللون. يعني لو اللون فاتح قوي هنزود كركم. لو اللون كويس، انا بحبها اصفر فاتح. مش فاتح قوي، يعني اصفر كده لونه حلو، ولا غامق ولا فاتح. وهقول لكم على درجة اللون واحنا بقى شغالين. معايا كمان اخر حاجة هحط 1 ماجي. انا حطيت ملح، وهحط ايه، 1 مكعب ماجي. بيدي برضو بيفرق في الطعم بتاعها جدا. هقلب بقى كل المكونات دي على البارد كده قبل ما افتح النار. انا اسفة بقى للازعاج. اوكي. هفتح بقى النار. كده بقى احنا فتحنا النار. احنا بقى هنفضل نقلب كده. هنفضل سايبينها على نار متوسطة ونفضل نقلب لحد ما تستوي معانا، ولحد ما الصوص يتقل. وهستنى بقى لما الصوص يتقل وارجع لكم تاني. بصوا كده بقى الصوص تقل معايا. وكده هو استوى خلاص. هسيبه بقى على جنب لحد ما الفراخ تستوي وهرجع لكم تاني. هنا بقى انا بعمل رز بسمتي. هعمله بطريقه حلوه قوي. بصوا، انا هنا كده معايا 4 كوبايات رز بسمتي، غسلتهم حلو قوي. وانا مش بنقع الرز، انا بغسله بس. و هحط عليه بقى حطيت الاول زبده وزيت. اوكي، مكعب زبده وشويه زيت. وحطيت الرز، وهحط بقى دلوقتي الملح.
كركم، كاري، بس كده. بس كده بقى قلبت الرز. هحط له بقى حوالي 8 كوبايات ميه. لكل كوبايه بتاخد كوبايتين ميه، يعني لكل كوبايه رز بتاخد كوبايتين ميه. بس هحط له بقى الميه وهسيبه يستوي وهجيلكوا تاني. كده بقى انا حطيت الميه. شايفين بقى ده شكل الرز اهو كده. آه، انا مامتي الله يرحمها كانت بتحط مع الرز ده، بتحط قطعة فلفل الوان اللي هي الفلفل الاخضر، وساعات كانت بتحط برضو الاحمر او الاصفر، كان بيبقى بيدي طعم حلو قوي للرز. بس انا للاسف انا مش عندي، ف هكتفي بهذا القدر يعني. و يعني ممكن تحطوا برضو حبهان، تحطوا فص او فصين حبهان. بس انا بصراحة يعني انا مش هحط، لان انا اختي يعني عندنا هنا في البيت في جزء مش بيحب الحبهان يعني، فايه مش هحط. بس انا في البيت ما فيش حد بيحب الحبان غيري. بس ف يعني ايه، هسيبه بقى لحد ما الميه تغلي، وبعد كده ههدي النار وهسيبه بقى يستوي وهجيلكوا تاني. كده بقى الرز استوى خلاص. هسيبه بقى لحد ما بقية الاكل يستوي ويجهز، واستنوني بقى. كده بقى الفراخ استوت خلاص. زي ما انتوا شايفين كده، دي كده بعد ساعة خلاص استوت واتهرت كمان، يعني انا عايزاها تكون مستوية، بصوا well done. فهي كده خلاص استوت على الاخر. هطلعها بقى في صينية وهسيبها تبرد، وبعد كده هرجع اقول لكم احنا هنعمل بيها ايه. بصوا بقى يا جماعة، بعد ما الفراخ بردت فصصتها، وزي ما انتوا شايفين كده انا عاملاها صدور بس، عشان الطريقة دي بتكون حلوة مع صدور الفراخ. مش بفضلها بالوراك يعني. بس وفصصتها وحطيتها في الصوص اللي احنا كنا عاملينه. تمام اهي. هقلبها بقى وهسخنها بقى وقت التقديم وهجيلكوا بقى. بس طبعا الصوص ده هيحتاج ان انا اخففه، ممكن اخففه بشويه لبن اوكي، او شويه ميه و بس، وهسخنه وهجيلكوا بقى عشان ادوق معاكم. بصوا كده بقى. ده صوص الكاري معايا، انا كده خففته بميه، شايفين؟ ممكن تخففوه بميه او بلبن، بس انا ما حبيتش الصوص يفتح، يعني الصوص لو انا حطيت عليه لبن هيفتحها اكتر من كده، وهيبقى طعمه مش حلو خالص. هيبقى طعمه لبن، او هيبقى طعمه زبادي، مش هيبقى طعمه كاري خالص. تمام. فكده انا بعد ما خففت الصوص وايه وال و بسخن بقى الاكل اوكي. تمام زي ما انتوا شايفين كده. بس الاكل يسخن بقى وهغرفه وادوقه معاكم. بصوا بقى ده شكل الطبق بتاعي. حطيت عليه شطة، هي بصراحة الأكلة دي بتبقى حلوة قوي مع الشطة. هدوق بقى معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفة ولازم تجربوها.